السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل حبايبي اللي متابعيني في أكلات مينو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طاقية السلطان، الترند الجديد اللي مكسر الدنيا. طبعا ولادي شافوه واعجبوا بيه جدا وكانوا عايزين ان انا اعملهم، فقلت اعملهم معاكم على قناتي بمقادير مظبوطة جدا. وحصل حاجة مش متوقعة خالص هقولكم عليها ان شاء الله في الفيديو. زي ما احنا شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله خطيرة جدا جدا، والقوام بتاعها جميل وهش زي ما احنا هنشوفها كده. العجينة بتاعتها نقدر نستخدمها في حاجات كتيرة جدا جدا هقولكم برضو عليها. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله عليها. طبعا النهاردة ان شاء الله نعملها بكل سهولة ومقادير مظبوطة 10/10. والناس اللي فاكراها كيكة، دي مش كيكة يا جماعة، ده بريوش، ده مخبوز. نبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معايا هنا نص كوباية من اللبن الدافي، وهحط عليها نص كوباية من السكر، طبعا او 1 كوباية في كل حاجة. معايا هنا ربع كوباية من الزيت، وهحط كمان معايا نص كوباية مية دافية. هبدأ ان انا دلوقتي احط معايا معلقة كبيرة من الخل، طبعا الخل حلو جدا بيفتح معايا لون المخبوز وفي نفس الوقت بيخليه هش معايا اكتر. معايا هنا بيضاية بدرجة حرارة طبعا التلاجة عشان اقدر افصل البياض عن الصفار بسهولة. خدت هنا معايا البياض وهركن الصفار عشان ادهن بيه الوش بتاع المخبوز بتاعي في الاخر. دلوقتي معايا 1 فانيليا، ومعايا 1 من الخميرة الفورية، ومعايا هنا ديت نص معلقة صغيرة بيكنج باودر حطها كمحسن مش اكتر. دلوقتي هبدأ ان انا اقلب معايا المكونات كويس جدا عشان يتداخلوا مع بعض والسكر عندي يدوب. ودلوقتي هبدأ بقى ان انا انزل معايا الدقيق. الدقيق يا جماعة هياخد معايا 5 كوبايات دقيق بالظبط. هندخل معايا كوباية كوباية. هبدأ ان انا اول حاجة انزل باول 3 كوبايات، وهبدأ ان انا اعجن معايا العجين. الفيديو الاصلي بتاع الوصفة ديت بيقول ان هما 3 كوبايات ونص. طبعا المقدار مش مظبوط خالص. استحالة مقدار الدقيق يفرق معاكي في كوباية ونص. مقدار الدقيق ممكن يختلف معاكي في نص كوباية، بالكتير كوباية الا ربع. لكن يختلف معاكي في كوباية ونص دي استحالة. فانا خدت معايا هنا 5 كوبايات من الدقيق. هنزل بيهم بس طبعا بالتدريج لان كل دقيق بيختلف عن التاني. انا اول حاجة نزلت معايا 3 كوبايات من الدقيق، وهبدأ بقى ازود الدقيق زي ما احنا شايفين كده، نص كوباية في نص كوباية، لغاية لما العجينة تلم معايا. عايزة اقول لكم العجينة دي اسمها عجينة سحرية، بستخدمها في حاجات كتيرة جدا. زي ما احنا شايفين كده دي 5 كوباية معايا نزلتها، والعجينة لمت. العجينة بيكون فيها سنة تلزيق على خفيف زي ما احنا شايفين كده، ده اللي بيديها القوام الهش بتاعي. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده انا معايا هنا معلقتين او بالكتير قوي 3 معالق من الزبده، ودرجه حراره المطبخ يعني انا عايزاها مش سايحه ومش جامده. اقدر ان انا ادعكها بايدي زي ما احنا شايفين كده. هدخلها معايا في العجين زي ما احنا شايفين. وطبعا عايزه اقول لكم ان الزبده بتعمل على طراوه العجين، بتخليها معاكي طريه وجميله وبتديها طعم وريحه برضو مختلفه. فعايزه اقول لكم ان معلقتين او ال3 الزبده دول هيفرقوا معاكم كتير جدا جدا. انا دلوقتي لميت العجين وزي ما احنا شايفين بتحس كده ان هي معرقه معاكي، لكن ما بتاخدش وقت، ما فيش دقيقه وتبصي تلاقيها لمت معاكي وبقت زي الفل. زي ما احنا شايفين كده شكلها معانا دلوقتي عامله ازاي. العجينه ما شاء الله عامله زي حته القماش في ايديا. دلوقتي هبدا ان انا اقسمها معايا كده نصين، وهلمها زي ما احنا شايفين كده، عشان هاخد نص منهم وهبدا احط عليه كاكاو عشان يبقى عندي لونين من العجين. زي ما احنا شايفين دلوقتي هبدأ ان انا بقى ايه اجيب كل عجينة كده في طبق، واخد قطعة من العجينة وهبدأ احط عليها معلقتين كبار من الكاكاو. طبعا لما هضيف عندي كاكاو فهتلاقي عندك ان العجينة بقت متماسكة اكتر من العجينة الاولانية. فطبعا عشان تبقى قوام متظبط عندي فهديها كمان معلقتين من اللبن. وهبدأ ان انا اعجن وادخل معايا الكاكاو في العجينة بتاعتي زي ما هنشوفها دلوقتي. عايزه اقول لكم ان العجينه دي ينفع ان انا استخدمها معايا في الدونات، وينفع استخدمها معايا في السميط التركي، وينفع في الترسه. لو رجعتوا لقناه مطبخ مينو هتلاقوني عاملاها من سنتين او اكتر. على قناه مطبخ مينو عامله منها مخبوزات كتيره قوي، عامله منها الترسه والسميط التركي، وتقدري تستخدميها في القرص، في حاجات كتيره جدا تستخدميها معاكي. عجينه هشه وجميله. دلوقتي هغطي معايا العجينه زي ما احنا شايفين كده وهسيبها معايا لما تخمر. بعد ما تخمر هبدأ ان انا اجيب معايا العجينه وافردها معايا على شكل مستطيل. طبعا اقدر ان انا اطول معايا العجينه على قد ما اقدر،
علشان انا دلوقتي هحط عليها العجينة اللي لونها بني وابيتهم على بعض. فطبعا العجينة لما تكون معايا مستطيلة هبدأ ان انا اعمل منها حجم كبير زي ما احنا شايفين كده شكلها معانا وحجمها معانا. وبرده العجينة التانية نفس الكلام، برده هبدأ ان انا برده احاول اعملها على قد ما اقدر نفس الشكل العجينة الاولاني بنفس المساحة بتاعتها على قد ما تقدري. وطبعا انت ست طبعا العجينة طبعا معاكي تريح، فهتلاقي معاكي العجينة ايه مستريحة. هاخد معايا العجينة زي ما احنا شايفين كده واحطهم على بعض. وطبعا سهل بقى بما ان العجينة معاكي كده خمرانة، فسهل ان انت تلاقيها ايه بتمط معاكي وتفرديها كأنك بتفردي قماش بالظبط. عايزة اقولك يعني كنت حاسة ان انا بفصل مش بعمل مخبوز يعني. طبعا العجينة قدامي كده بالطول فهيبقى صعب عليا ان انا اشكلها. فانا دلوقتي هاخد معايا العجينة واعملها بالعرض علشان اقدر ان انا اشتغل فيها يعني. طبعا في الاول لو انت عندك الرخامه يعني قلقانه ان العجينه تلزق عندك، فممكن تحطي كده دهن زيت كده خفيف خالص او رشه دقيق. لكن انا كنت شغاله من غير ما ادهن فيها اي حاجه خالص. وزي ما احنا شايفين كده دورت معايا العجين وبحركه بكل سهوله، ما فيش اي مشكله. طبعا شكل العجينه اتنعكش معايا شويه، لكن برضو بالراحه كده خالص بدات ان انا ايه ارجعها لشكلها تاني. وزي ما قلنا العجينه ما شاء الله مستريحه كويس، فالعجينه مش متعبه معاكي في التعامل. وعايزه اقول لكم كمان انا ما اديتهاش حقها كمان في الخمر الاولاني. يعني انا كان جاي لي ضيوف فكنت مستعجله ان انا اعملها عشان ايه عايزه ادوقهم منها. عندي هنا على الحرف رحت حاطه شوكولاته شيبس. تقدري تحطي شوكولاته سبريد. اي نوع شوكولاته ممكن تحطيه عندك. دلوقتي هبدا ان انا احط كده طرف العجين كده على الحشوه اللي انا حطاها. وهبدا ان انا بقى ايه الف على ضيق خالص. على قد ما تقدري تحاولي ان انت تضيقي معاكي العجين عشان ما يكونش فيها فراغات في الاخر بعد ما تستوي. هحاول كده اسكنها كده بايدي وادوس عليها كده دوسه كده خفيفه خالص زي ما احنا شايفين. هدور معايا العجين واخلي ربع العجينه بس هو اللي قدامي، ما تخليش اكتر من كده. يمكن انا هنا كنت مزوداها شويه كمان. لا انت برضو تحاولي تخشي على ايه الحته اللي انا عاملاها دي شويه كمان. انا مش عايزه اكتر من ربع العجينه. زي ما احنا شايفين الطريقة سهلة جدا وبسيطة. هي ممكن تاخد بس منك بس ايه واقفة كده على خفيف. مش هتاخد منك يعني المجهود اللي هو اللي الناس بتتكلم عليه. لا والله يعني هو بس اللي حابب الحاجة هيحس ان هي شغالة معاه كويس. دلوقتي بقى بسكينة او بقطعة بيتزا زي ما انا عاملة كده هبدأ ان انا اقطع شرايح. طبعا السمك اللي احنا شايفينه دوت كويس جدا. وهبدأ اخد بقى كل شريحة من دولت والفها كده مبرومة زي ما احنا شايفين كده. طبعا طريقة سهلة جدا. وعايزة اقول لكم يعني هو بصراحة يا جماعة الشغل في العجين اللي حابب العجين حاجة روعة. وفي الشتاء كده بيعمل دفى كده في البيت وريحة المخبوز بتبقى بصراحة حاجة حلوة جدا. انا دلوقتي هدور معايا كل الاطراف زي ما احنا شايفين كده. وطبعا بتحسي بقى وانت بتلفي كده ان الشكل معاكي كده عامل زي البيانو. يعني ما شاء الله حاجة جميلة جدا. الشكل روعة زي ما احنا شايفين. انا كده خلاص خلصت. هبدأ ان انا بقى اخلي معايا الحاجات اللي انا برماها ديت مفروضة عندي كده كويس عشان لما ايه الم العجينة عليها يكون شكلها معايا مظبوط بكل سهولة كده خالص. زي ما احنا شايفين الطريقة سهلة جدا. ده شكلها معايا ما شاء الله. عايزة اقول لكم يعني شكلها روعة. دلوقتي جبت معايا الصينية بتاعتي وهبدأ ان انا ادهنها دهنة خفيفة جدا جدا من الزيت. وهبدأ ان انا بقى الم معايا العجينة. واهم حاجة ان انا اقفل طرف العجينة الاتنين على بعض كويس عشان ما يتفتحوش منك. زي ما احنا شايفين ده الشكل بتاعها ما شاء الله. عايزه اقول لكم شكلها هو بصراحه شكلها جميل جدا يفتح النفس وهو ني. دلوقتي هسيب معايا العجينه تخمر للمره التانية وهبدا ان انا اغطيها طبعا بفوطه او اي كيس بلاستيك علشان مش عايزه العجينه تنشف معايا. عايزاها تفضل محتفظه بالطراوه بتاعتها. طبعا دلوقتي العجينه عندي اختمرت زي ما احنا شايفين كده. هجيب معايا صفار البيضة اللي احنا كنا شايلينه على جنب واحط عليها معلقة من اللبن وسنة من الخل. ولو عايز تضيفي كمان عندك فانيليا طبعا ما فيش اي مشكلة، لكن انا ما كانتش مزفرة معايا ولا اي حاجة. وهبدأ ادهن معايا وش العجين زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا كنت حابة يكون عندي فراغ في النص بتاعت طاقية السلطان ديت. لو انت مش عايزة فراغ فهتضطري طبعا ان انت ايه تضميها على بعض اكتر عشان تطلع معاكي ايه متماسكة. يعني قطعة واحدة، لكن انا كنت حابة يكون عندي فراغ في النص زي ما احنا شايفين كده. دهنتها دلوقتي وهدخلها عندي الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الاوسط. وزي ما احنا شايفين كده خرجت معايا اول ما خدت اللون. طبعا اتابعها عشان صفار البيض بيعمل لون بسرعة.
اول ما تطلع ضروري جدا اديها رشه الميه دي، او لو عندك بخاخ نضيف تقدري تبخيها كده على خفيف خالص وتغطيها. الحركه دي هي اللي بتطلع معاكي اي مخبوز طري، سواء في القرص سواء اي حاجه انت عاملاها محتاجاها طريه، الحركه دي هي اللي بتخليها طريه معاكي بعد ما تطلع من الفرن. وهنا بقى ده شكلها معايا بسم الله ما شاء الله. وكانت المفاجاه اللي قلت لكم عليها ان انا جيت اصور المشهد الاخير اللي انتوا شايفينه دوت، لقيت النور قطع. طب انا اعمل ايه؟ الاولاد مش صابرين عايزين ياكلوا الترند اللي هم شايفينه، فطبعا اضطريت ان انا اعتمد على اضاءة الموبايل الكشاف علشان خاطر اصور لكم المشهد الاخير قبل ما يعني نفترسها. زي ما احنا شايفين كده شكلها بسم الله ما شاء الله هشة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم ريحتها وطعمها وشكلها بصراحة 10/10. يعني بسم الله ما شاء الله تستاهل ان انت تقفي وتعمليها، وجميلة جدا جدا. وزي ما احنا شايفين كده الطريقة سهلة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وطبعا اللي ما اشتركش في قناتي ما ينساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يصلكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.